السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحة جيدة يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، كبارها وصغارها، رجالها ونساءها، شبابها وبناتها، أرضها وسماءها، فاحفظها يا ربنا من كل سوء. اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كل كيد الظالمين. اللهم ارزقهم النصر والتمكين واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين وكن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بأعداء الدين وأرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك وانتقامك. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وأقذف الرعب في قلوبهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واصرف عن أهلنا في غزة وفي كل مكان. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم أنزل عليهم جنودا من جنودك يقاتلونهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المرابطين وأنت خير الناصرين. اليوم حبابي السينة جيتكم بقصة صارت في مصر، وأنا راح نسمعها لكم باللهجة الجزائرية. إن شاء الله تعجبكم وتدوا منها عبرة. وما تنساوش جيم وبارتاج واشتراك في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد. نبدأ على بركة الله ونقولوا بسم الله. البارحة راجلي عطاني مصروف الشهر وزادنا عليه 500 ألف. ما كانش قبل يزيدني فوق مصروف الشهر، وهذا كاع أسرى كي شاف يما جات عندي ملي تزوجت وهي تجي عندي كل يوم. الصراحة كنت أشوف فيها عادي، تجي عندي كنت نقول لها مرحبا بها ونتهلا فيها، وكل خير اللي نديرو فيها ربي يرجحوا لأضعاف مضاعفة. صارت مشاكل كبيرة بعد ما مرضت بجلطة بعد عرسي بيومين. واحد ما حب يقبلها من خوت راجلي، أنا اللي حبيتها تجي ووعدت راجلي نديرها في عينيا، وهذا كامل بسبة جهلي. ما كانش عندي حتى حل، وشديتها عندي على وجه ربي وعلى وجه راجلي. نصف حياتي ونصف ديني كنت نحبه بزاف. حبيت نخلي حياته مستقرة وقررت نضحي بفرحتي وننسى بلي أنا عروس جديدة ونجيبها عندي ونستقبلها أحسن استقبال. الحاجة اللي صدمتني أول ما شافتني بدأت ترعش وترجع للور. حسيتها خايفة مني، وحتى كي حطيت يدي على كتفها بدأت ترعش وجسمها يتحرك وحده. أقسم بالله تخيلتها قطة، جسمها يتشوك كل ما نمد يدي عليها أكثر. صعبت عليا أكثر ووعدت راجلي نحطها في عينيا. وصل وقت الخدمة تاعو، عطاني مصروف الدار وزادني 500 ألف، وقال لي 500 ألف هذو اللي مديتهم لك راهم خاصين بالماكلة تاع الوالدة، وهي لازم كل يوم تاكل اللحم. وديري في بالك أما ما تاكلش كيما حنا، على هذا لازم ديري لها شومبرة وحدها وطيبي لها وحدها. ونزيدك حتى الكونجيلاتور اقسميها وحطي لها كل حاجة تخصها في جهة وحدها، وديري لها فطورها اللي تحبه هي، ومع الوقت راح تتعودي على كلش. ونزيدك حاجة في الليل طيبي لها عشاء خفيف. أنا حاولت نطمنه وقلت له معليش نقدر نقتصد ونشري كلش من مصروف الدار، مي هو رفض وقال لي لا، المصروف تاعك قليل وانتي تستهلك كثر. كنت واثقة فيه وقلت راح يحطني في عينه على الخير اللي راح نديرو معاه، على بالي بيه وليد فاميليا ووليد أصل. كنت ندير في كلش لوجه الله ما كانش أكثر. لبست وخرجت للسوق بعد ما فطرتها، قضيت اللي نحتاج وشريت لها اللحم والحوت باه كل يوم ندير لها بروتين، ورجعت للدار نطمن عليها. بعدها رحت للكوزينة نطيب. ما طولتش بزاف وبديت نسمع في صوت بيزار خارج شومبر تاع جوزتي. حبست مشيت القش وركزت مع الصوت اللي كنت نسمع فيه. مانيش نتخيل
صوت واحد قالق ويهضر بصوت ماهوش مفهوم، ما كانش يهضر كيما حنا، بانت ليا لغة ماهيش تاعنا خلاص. عجوزتي تحكي معاه بصوت خفيف، حسيتها تحكي مع ملك الموت، ما عرفتش عليه. الكور تاعي كامل لحم وتشوك، تكون شيطان واقف ورايا. قربت من باب الشومبرة بشوية وطليت عليها، لقيتها واقفة كيما المعوقة ورجليها من اللور تكون خيط، كانت دايرة ليا بظهرها وتشوف مع الحيط. عيطت لها بشوية حتى سمعتني، شهقت شهقة خلات جسمي كامل يتشوك وطحت السرير. رحت لها نجري، حاولت نطمن عليها، لقيتها تتنفس ما بها حتى حاجة. الحاجة اللي استغربت منها الرعشة تاعها والخوف مني، كل ما نمد يدي نمسها. عذرتها وقلت بالك من المرض من اللي ما فهمتوش، وديما تعبانة ما تحبش تهدر معايا. رجع راجلي تغدينا وشفت في عينه استفسارات بزاف، قريتهم كامل وطمنته باللي كلش بيا ورانا مرتاحين مع بعضانا. وقلت له رانا متهلية فيها، تعرفني بنت فاميليا ومستحيل نقيسها بكلمة مهما دير معايا. حط يديه على راسي، حسيته يشكر فيا، الشعور هذا خلاني طايرة بالفرحة. قعدنا شوية ودخلنا الشومبرة تاعنا، جاب لي هدية وبدا يشبعني بالهضرة المعسلة والرومانسية، خلاني نعيش لحظة حسيت روحي في دنيا أخرى. كنت فرحانة عادي، من بعد حسيت بقبضة شدتني وحسيت بالخوف. كنت وقتها بين يديه، وجهي داير جهة باب الشومبرة، شفت عجوزتي واقفة وجهها أحمر وتبان مقلقة بزاف، ضوافرها طويلة وعينها تخرج في النار وتشوف معايا بنظرة تخلي أي واحد يعيش الرعب. المشكل غير أنا اللي شفتها، ولساني تعقد وحسيت روحي مشلولة، جسمي كان يتهز وتخلط بين يديه. راجلي تقلق عليا بزاف وقعد يتحضن فيا بالقوة، وأنا عينيا لصقت في الباب. دورني وشاف الباب ما لقى والو، شفت أنا عجوزي تحركت وخرجت، ما قدرش راجلي يشوفها. قعد شادني ويقول لي وش بيك، وانا مانيش قادر نخرج نصف كلمة من فمي. نحكي له ونقول له امك تخوف فيا وانا اللي طلبت منه يجيبها، والله نسكت وما نهدرش. خممت شوية وقلت نسكت خير. شفت معاه وقلت له ما كاين والو، حاسة روحي تعبانة. قال لي نديك للطبيبة. قلت له لا، مانيش مريضة، ما نحتاجش طبيبة. فات الليلة وبديت ننسى اللي صرالي، وبديت روتيني نتاع النهار الثاني. طيبت لها نص دجاجة وشوربة دافية ودخلت بهم عند عجوزتي، حطيت لها الماكلة فوق السرير ورحت نكمل اللي في بالي. حاولت شحال من مرة نوكلها، رفضت تاكل من يديا، تقول راح نقتلها. رجعت للكوزينة وبديت نسمع في صوت كلب ينبح في شومبرة عجوزتي، ومن قوة الخوف والخلعة طاحت عليا ديك الشربة اللي في الكوزينة كاملة، كل ما سطرني شربي نصي كامل من تحت يتحرق. شديت البالية وانا مرعوبة، والكلب في الشومبرة. قربت من الشومبرة وشفت منظر مانيش راح ننساه طول عمري. انا شفت كلب واقف كيما البشر، وهي قاعدة تاكل في صحن قدامه، والصحن في وسطه كلاب صغيرة بزاف. شفت كلاب صغيرة مسلوخة وحية، ماهوش اللحم اللي انا طيبته. وكان الكلب يجبر فيها تاكل من الصحن وينبح عليها. انا ما تحملتش اكثر من هذا، طحت ودخت. فقت غير صوت راجلي ينبض فيا ويقول لي وش بيك، كيفاه طحتي؟ غير فقت شدني خوف كبير وبديت نرعش كيما المصروع ونرغي نص ساعة وانا نهضر في كلمة واحدة، الكلب الكلب. حتى هديت شوية وبديت نحكي لراجلي، ما فهم والو، هدرتي ماهيش مفهومة. شفت في عينه نظرة ما قدرتش نفهمها، طلبت منه يحكي لي ويفهمني، كون نقعد هنا نموت. قال لي باللي أمه ممسوسة وعندها عوام طويلة مع الجن، وكل ما تروح لبلاصة يصراو لها مشاكل، على هذا خاوتي ما حبوش يدوها عندهم، وهذا السبب اللي خلاها ما جاتش في عرسي، وما جاتش نهار اللي خطبتك في العرس وقلت لكم مريضة ما قدرتش تحضر. وقتها بديت نعاود في حسابات كل حاجة.
أمه ممسوسة وراح تخلي الجن لداري. أنا مستحيل نقدر نتحملها. قعدت ليلتها خايفة وفقدت إحساس الأمان ومانيش قادرة نشد روحي. راجلي وعدني يجيب الراقي يعالج أمه وطلب مني نصبر يومين. مستحيل يقدر يرمي يماه في دار العجزة. ومع هذا ما لقيت حتى حل من غير حل واحد: نصبر نهارين حتى يجيب الراقي يجي ونشوف الحل كيفاه. راجلي ما راحش يخدم اليوم الثاني، راح عطالها الغداء وقفل عليها الباب وقال لي ما تدخلش ليها خلاص حتى نرجع من الخدمة بكري ونحاول نجيب الشيخ اليوم قبل الغدوة. قعدت وحدي للظهر مانيش نسمع في صوتها خلاص. كنت خايفة بزاف حتى سمعت صوتها تعيط لي. ما عرفتش وقتاش رجعت تهدر ومن وقتها تعيط لي بصوت الحنين هذا. رديت عليها من بعيد، طلبت مني نروح لها. قالت لي حابة نروح حاشاك من الطواليت. أنا رحت لها وسندتها عليا ونستعيذ بالله حتى دخلتها وقفلت عليها ودخلت للشومبرا نجري نبدل في قشي. نظفت روحي وأنا ننظف شفت الصحن تاع الماكلة طاير وكلب في وسط الشوربة. الكلب تقول هذا وين؟ ولد أصغر بزاف ماكلين منه نص. شديت روحي به ما ندوخش وخرجت نجري. في الوقت هذا سمعت صوت في شومبرتها. يا ربي استرني. دخلت نشوف لقيت عجوزتي راكدة. وقتها خرجت من الطواليت وكيفاه ما شفتهاش. اوف يا ربي ما يهمنيش، المهم تخلص الحكاية اليوم. خرجت من الشومبرة تاعها وقدام عينيا شفتها خارجة من الطواليت. هنا ما قدرتش نتحمل وطحت ضغط. راجل رجع وجا رفدني وفيقني. كان باين عليه الهم، بالأخص الشيخ ما جاش. قال لي غدوة نديك لداركم حتى نلقى حل. حاولت نوقف معاه ونخفف عليه ما عرفتش. كانت الدموع متحجرة في عينه، مقهور وقليل الحيلة وأنا حاسة بيه. في نص الليل سمعنا صوت شهقات خشنة وعالية بزاف تقول معانا مليون إنسان في سكرة الموت. نضنا مخلوعين. لقيت عجوزتي تشهق وجهها أزرق، حسيت راح تموت. راجلي خرج يجري يحوس على طبيب. كانت ما تتحركش تقول لصقت في بلاصتها وأنا قعدت في جنبها نحاول نفيقها. بدات ترجع في دم. شفتها خفت بزاف وهي ما بقاتش تتحرك، كان باين عليها في سكرة الموت. بعد بدات تهدر بالعقل وحدها بصوت حنين تبان 20 سنة. تحكي وحدها وتقول أنا ما كانش معاها. تزوجت، عندي عمام طويلة في بيت العائلة مع عجوزتي، وراجلي وصاني على يماه بزاف وكثر من مرة يقول لي حطيها في عينك. كان يمد لي الدراهم بزاف باه نجيب لها اللحم. أنا كنت نخبي في الدراهم من روحي. وكان ورا الدار كلبة ولدها 7 كلاب، كنت ندي منهم واحد كل يوم نطيبه ونعطيه لعجوزتي تاكله. ما كنتش نشوف في روحي غالطة. كنت كل يوم بروتين جديد وكلتها لحم الكلاب 3 مرات، وفي المرة الرابعة عجوزتي ماتت. بعدها بيومين ظهرت في حياتي مرأة تشبه لعجوزتي، حولت حياتي الجحيم. كل ما كنت ناكل اللحم كنت نلقاه تحول لحم تاع كلاب، وكنت مجبورة لازم ناكل منه. حتى رحت لمرت وليدي جديدة، كنت خايفة منها دير لي كيما درت أنا لعجوزتي. ما هي كانت ما شاء الله مربية ورفضتني فوق راسها، بصح هي رفضت تخليني نعيش حياتي. في الوقت هذا راني نموت وندمانة. كنت أتمنى نحط عجوزتي في عينيا كيما حطتني مرت وليدي في عينها، نتعامل معها برحمة كيما قالوا كما تدين تدان. بصح مرت وليدي هي اللي راح تشوف الخير، مانيش أنا. هي تعاملت معايا بالرحمة وأنا تعاملت مع عجوزتي تقول عليها بهيمة ممكن تاكل أي حاجة حتى كلاب. هذا وين والدة حكت لنا هذا القصة وماتت وأنا مزت لحد اليوم مانيش مستوعبة. وقلت لراجلي كاين مرات آدي عجوزتها حتى بالهضرة وتعيرها المرض. راك متخيل اللي دارته مع عجوزتها؟
ربي سامحنا، الراحمون يرحمهم الرحمن. حكايتنا نهار اليوم خلاص، نتمنى تكون عجبتكم وديتوا منها عبرة، وما تآذيوش الناس، على خاطر كما تدين تدان. تلاقوا في حكاية واحدة أخرى إن شاء الله، ونخليكم على خير وعافية.